بعد نجاح زراعة أشجار بن في مصر، وده بعد تجارب سنين، نقدر نقول إننا على طريق إننا يكون عندنا إنتاج خاص بينا، وبالتالي ما نستوردش والسعر يكون مناسب. المهندس أحمد حجاوي في لقاء صحفي قال إنه بدأ يزرع البن في الإسماعيلية من 6 سنين، وبقى في إنتاج من 3 سنين، وإن فشل في طرق كتير لغاية ما وصل للطريقة المناسبة، وهي إنه بيحتاج ظل أشجار مش شمس مباشرة والتربة حمضية، وإن البن اليمني بيحتاج جو شمس جدا وممطر. بس هنا في مصر الوضع اختلف، مش بيحتاج شمس كتير، بيكون محتاج ظل أكتر، وكمان مش بيطلع جذور كتير، فبالتالي بقى يزرعوه جنب مثلا شجر المانجا، لأن مش بيضره، وبيستغل حجم شجرة المانجا إنها بتعمل ظل ليه، وإن شجر البن مش بيحتاج مساحة وبيطلع إنتاج مرتين في السنة، وإن كل ده تحت تجارب. بس الشجرة بتطلع حوالي 5 كيلو، لو اتباع شتلات الكيلو ب1000، ولو بن للمطاحن بيكون كيلو تقريبا 300 جنيه، وإن نجح زراعته في منطقتين في مصر، في إيدكو وفي الإسماعيلية. رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية قال إن مصر بتستورد حاجتها من البن بمعدل 70,000 طن سنويا، وده حسب آخر الإحصائيات، وده لأنه مفيش أي اكتفاء ذاتي منه، لأنها مش بتتناسب مع المناخ المصري لزراعتها. بس الحمد لله، نتمنى في مصر اليوم بالتجارب المبشرة دي أكيد ممكن تبقى بداية إن احنا نزرع شجر البن، ويكون عندنا اكتفاء ذاتي، ونشرب فنجان قهوة بدون تأنيب ضمير من سعرها، ونسمع كمان فيروز، ونعيش حالة العمق والروقان بعدها. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.